أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون طبق حلو كتير سهل ومكوناته متوافرة في كل بيت، هو المحلاي السورية. بتمنى طريقتي في عملها إنها تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل، ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي رح نبلش نجهز لخليط المحلاي. في عندي هون لتر من الحليب يعادل 4 أكواب، وطبعا إذا مش متوفر عندكم الحليب السائل لكل كوب بتضيفوا معلقتين من الحليب البودرة. هلا راح أضيف 6 ملاعق كبار من النشا، طبعا أنا عايرتهم بمعلقة الطعام ولازم تكون مليانة. هلا راح أضيف كوب من الكريمة السائلة، كريمة الحلويات. في عندي هون 3 كوب من السكر، والسكر حسب رغبتكم قد ايه بتحبوها حلوة. وفي عندي هون معلقة صغيرة من المستكة طحناها بمعلقة صغيرة من السكر. هلا راح أحرك المكونات مع بعض على البارد. آخر شي راح أضيف معلقة كبيرة من ماء الزهر بتعطيها نكهة كتير طيبة. هلأ هون ضفت الخليط على النار وراح أضلني أحرك على نار هادية لحتى يتقل عندي القوام. وهون بلش يتقل عندي قوام المحلاي. بعد ما تجهز بسكبها في أكواب التقديم. هلا طبعا بخليها تبرد بدرجة حرارة المطبخ، بعدين بحطها جوا التلاجة لحتى تبرد تماما قبل ما نزينها. طبعا هون عندي بردت كتير منيح. هلا راح أبلش أزينها بالكريمة المخفوقة. راح أضيف الفستق الحلبي، كمان راح أضيف شرائح من اللوز، وبالنص رح نحط هيك حبة فراولة. وهيك جهزت عندي أطيب صحن محلاي. وهذا الشكل النهائي للمحلاي السورية. بتمنى طريقتي في عملها انها تكون نالت اعجابكم، وصحتين والف عافية. وبحب اتشكر كل حدا تابع الفيديو للاخر، وبشكره جدا على حسن المتابعة.